ضربة خطأ. الكرة الثابتة تنفذ أمامية، تغطية من جانب الدفاع، تصويبة مباشرة إلى خارج الخط. تمريرة ديال اليمنى اللي نزل بهذه الطريقة هذه من جانب روزيلا، تمريرة داخل منطقة الجزاء، محاولة وتغطية من جانب الدفاع اللي كتبعد الخطورة وتنهي العملية الهجومية الماضية في الوقت اللي كانت روزيلا هي صاحبة التمريرة العرضية بدخول الكرة داخل منطقة الجزاء. مشوار هذه المقابلة المستمر المتواصل. لاحظوا هنا اللعيبة سعود. شوفوا هنا عميدة المنتخب الناميبي الوحدة نعطيها الكرة، الضغط على حامل الكرة، هذا هو الاسلوب اللي كيجي من لاعبات المنتخب الوطني. ليزين الشباك انطلاقه، تمريره اماميه، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله صويبه، جول! والهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. ايمان سعود تسعد الجميع، ايمان سعود تضع الكره في الشباك، تصل المره الثالثه دفاع المنتخب الناميبي ويضع بتآمل الفريق من غزلان من شباك العين الثاقبة على مستوى التمرير، والهدف دخل في شباك المنتخب الناميبي بالعرض البطيء. لعبت بالفنية بالعقلية، لعبت بالتركيز بالهدوء، كرة جات بهذه الشاكلة وبهذه الطريقة تصطدم بالقائم الأيمن. شوفوا حوار حكمة صارمة في هذا الأمر، يجب أن يكون في مكانه أو يطرد خارج رقعة الميدان. الحمراء قادمة على ما يبدو، البطاقة الحمراء قادمة ستحمر في وجه مدرب المنتخب الناميبي الذي يغادر تفاصيل هذه المواجهة. لاحظوا المفروض في المدرب أن يكون القدوة، المدرب الذي من المفروض أن يعطي الحماس وأن يعطي الاطمئنان للفريق. نشوفوا الآن شيبانكا يفقد أعصابه وتأتيه بطاقة حمراء تجعله خارج تفاصيل المواجهة، لذلك يزداد الأمر سوءا. يغير تماما الجهة اليمنى لحنان آية الحاج، مترابطات صغيرة وانطلاقة من جانب إيمان سعود. إيمان سعود تعيد الكرة من الخلف، مسجلة الهدف الوحيد لحد الساعة. كرة من غزلان الشباك على مستوى التمرير، روعة. نعم كرة لغزلان، كرة أمامية لجريدي، ضربة جزاء لا غبار عليها، مغربية خالصة أتت من خلال تغطية سيئة للمنتخب الناميبي. النسوي يظهر على أنه هنالك انفلات للأعصاب. تمريرة من نقاش اتجاه جريدي، واضح المرور، واضح هنا المراوغة، هنا التدخل، هنا المخالفة. حسام جريدي المباراة أن يضبط شخصيته في المباراة، لأنه الانفلات يجب أن يقابل بالبطاقات، والبطاقة على الأقل تقيد بعض اللاعبات حتى لا يكون هنالك. تتقدم تصوب والكرة في الشباك، الثاني حاضر من غزلان الشباك. المنتخب الوطني المغربي يضيف الهدف الثاني، والمنتخب الناميبي. الجماهير السعيدة في المدرجات والمشوار مستمر من خلال لاعبات السيدات اللائي تتألقن في مباراة اليوم. كرة لعبت في الزاوية اليمنى. مشوار هذه المباراة يقترب من النهاية، والهدف يأتي 4 أدوار. الدور الأول معفى منه المنتخب الوطني المغربي، الدور الثاني يلعب اليوم أمام منتخب ناميبيا، مباراة ذهاب وإياب في كل دور. الدور الثالث ثم الرابع يحسم بعدها القرار في اسمين، في بطاقتين للعبور للألعاب الأولمبية بمشاركة أفريقية، ونتمنى أن المغرب يكون حاضر فيها لما لا على مستوى الترتيبية النسوية كما هو الحال على مستوى الذكور. كرة في خط الوسط، بداية البناء العملية الهجومية اتجاه غزلان الشباك، ملعوبة، محاولة وراية مرفوعة من الحكم المساعدة، الانسلال عليها، وأيضا حلمة، لاعبتان اللتان دخلتا لرقعة الميدان. كرة مغربية ملعوبة على مستوى خط الوسط. المطلوب من مباراة اليوم هو التسجيل، المطلوب هو تأمين العبور إن صح التعبير. المنتخب الوطني المغربي النسوي أمن ذلك بالنتيجة بالأداء، هذا يؤكد على أن مشوار اللاعبات
يسير في الطريق الصحيح. وايضا المدرب الجديد، المدرب خورخي فيلدا رودريغيز، يسير رفقة اللاعبات المغربيات في تأتي الآن من جانب غيزلاند. تمريرة كانت عندها في الهدف الأول وسجلت الهدف الثاني من نقطة الجزاء. كرة أمامية تعود لغيزلاند الشباك مرة أخرى. الانزال بهدوء للخلف. تمريرة أمامية، كرة ممتازة. لا أعتقد أن فيها لكن المساعدة شرط راية بشكل سريع. شوفوا هنا لا ما كاينش تسلل إطلاقا، وهذه اللي عاودناها مرة أخرى مخرجنا اليوم. غادي نشوفوا بأنه فعلا ما كاينش تسلل. كان ممكن الاستفادة من هدف ثالث صراحة، كان ممكن الاستفادة من هدف ثالث. كرة في خط الوسط بالراس، هدوء الإنزال. كرة مباشرة عند خديجة الرميشي. فرحة تامة ما شفناش بشكل كبير. صحيح في الجولة الأولى شفنا بعد الشكل الهجومي. زينب الرضواني كتطرف في الجهة اليسرى، عملية هجومية كتحافظ على الكرة ديالها، كتختارها في اتجاه غيزلاند الشباك، كترجع الكرة ديالها للنقاش بكل هدوء، كتحاول تمرر. كاين تدخل قوي ولكن كرة عند بنزينة تمرر للاعبة اللي هي سيام جينا من الجهة اليسرى. عمليه ديال المراوغه، المرور. لاعبات عندهن الجرأه الهجوميه وهذا امر مهم. كدي حاولت انها توصل الكره الماضيه، ضايعه. رجعت من جديد دفاع من زينب الرضواني. الحكمه اضافت 10 دقائق كوقت بدل ضائع. الدور الثاني مباراه الاياب. كره ملعوبه الجهه اليمنى، ما خرجتش. سعود تمريره، تصويبه، كره ممتازه. كان ممكن ان تكون في المرمى. بنزينة تغيير في اتجاه النقاش. رضواني زينب تلعب هذه الكره. غيزلاند شباك بالكعب. زينب الرضواني مترابطات مغربيه رائعه ممتازه. اختراق، دخول، تسجيل مطلوب. تسجيل لاعبه صراحه في الشباك، وان تعلن عن ثالث الاهداف. صنع الهدف بصناعه مغربيه من خلال المترابطات. شوف كيف لعبت الاخذ والرد وثم المراوغه. وسكينه كان بامكانها ان تضع الكره في المرمى، كورتها مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. سكينه انطلقت، اندفعت، راوغت، داخل منطقه الجزاء. في اخر المطاف كرتها الى خارج الخط الخلفي. واحده من المحاولات، واحده من الفرص، واحده من العمليات الهجوميه اللي كان بالامكان ان تكون في شباك المنتخب الناميبي. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات